السؤال الثالث: هل هناك أمور أشياء يخفيها رجال الدين عن الناس؟ والغزوة اللي الحين يعني اللي بقول لك حاجة. اي تعلم شو سبب يعني كثير من رجال الدين كره وسيم يوسف؟ لا والله، شو تحليلك؟ أعلم شيخ، أعلم ليه؟ شو تحليلك؟ وراجعت كثير أمور. نعم. شو تحليلك؟ تعرف ليه كثير رجال الدين يكذبون على وسيم يوسف ويألفون ويبترون المقاطع؟ شو تحليلك؟ شيخ، أنا بداية كلامي قلت لك لو كان غير داعية ما راح أسأل عنها، بس أنا لا، دعنا حتى نكسب وقت. شو تحليلك أنت إنه رجال الدين يكذبون، هم مشايخ ولحى ويكذبون؟ لأنه يردون الدين يصير من خلالهم فقط. وإحنا ديننا قوي، لأنه ما يريدون حد. أنا تربيت بينهم ودرست على أيديهم. أنا إنسان تربيت بمساجدهم ودرست على أيديهم، وكثير أمور كنت غير مقتنع فيها بس لا أجرؤ، والله أخاف. كنت لا أقتنع بمسألة الجواري. كيف أنا كأمة إسلام أدعو للفضيلة والعدل أذهب أغزو قرية وأخذ حرمة حد واغتصبها، أنام معها، أجامعها، وأطالب ابنها يسلم؟ زين، أنا أحط نفسي في أنا ما كنت أقتنع، بس مطالب مني أدرس هذا المنهج، مطالب مني أن أقر، لأن كالطبيب لا أقتنع هذا العملية يمكن تموته، بس هو موقع ورقة بموت. علمت؟ فكنا دائما يعني مثلا تخيل أنا مسيحي ودخل علي جيش المسلمين، يلا أخذ أمي لأنا مسيحية، أصبحت جارية خادمة ويجمعها آخر الليل. علمت؟ وأنا كمسيحي كيف أدخل في الإسلام وأنا أرى امتهان عرض أمي أمامي؟ حنا تعرف شو مشكلتنا أهل الإسلام؟ ما نقيس المصايب على أنفسنا. ما أدري إذا أنت مقتنع إلى الآن ولا لا. ما نقيس المصايب على أنفسنا. أنا ما سألتك إذا ما أريد أقول لك حنا مصيبتنا دائما نقيس مصالحنا. لا جواري ويهينهن الله عز وجل ملكة اليمين. الله حارب ملك اليمين، دليل جل الكفارات، مثل ما حارب الخمر التدريجي، صح؟ حارب الخمر التدريجي رب العباد، وحارب ملك اليمين تدريجي، الدليل أغلب الذنوب فعتق رقبة، تحرير رقبة، صح ولا لا؟ فأنت لا تأتي تطالب شاب أخذت أمه أمام عينه لأنها مسيحية واليهودية، ونأمح ذاك المبجل وجامعها وأسمع صراخ أمي في الليل، ثم تريد مني أن أدخل الدين وتقول لي والله هذا الدين. علمت؟ كثير الأمور يخفيها رجال الدين، كثيرة هم عندهم أن الجارية عورتها من السرة للركبة، عادي البنت تمشي وصدرها طالع والناس يشوفونها، لا كرامة موجودة في كتب الفقه، بس هم ما يحبون يتكلم بهذا الأمر. موجود بكتب الفقه، حكم من الدابة والغلمان وهذه الأمور موجود، دونت في كتب الفقه، بس هم ما يحبون نتكلم في هذا الأمور. يقول لك لا تبرز هذا الأمر للعامة، لا أخفي العامة، لا يصلح أن تعطيهم تعدد آراء، أعطيهم رأي واحد. موجود عندنا مصايب في كتب الدين والفقه، موجودة كثيرة، بس هم ما يحبون يناقشون ولا يحبون نعرضها على الناس. وإذا عرضتها يقول لك فلان يشكك، وإذا عرضتها دقيقة، إذا عرضتها يقول لك دقيقة، إذا عرضتها يقول لك يشكك الناس في الإسلام. لا، أنا ماشي، هذا موجود في كتب الإسلام. لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء 9 وبغسل واحد وتذكره لا تشكك، هذا موجود في كتب الإسلام. لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني الله ويسقيني، وحديث آخر يربط الحجر على بطنه، موجود في كتب الإسلام. ليه تخافون من الناس؟ ليه؟ فهذا موجود. فعندنا كثير أمور رجال الدين يخفون 90% ويخشون، والله يخافون يطلعون. أنا كنت دائما أتمنى أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس، والله أمنية حياتي أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي الناس. لن يستمر. لماذا؟ لأنه يتبنى تراثا فيه مصائب. تخيل أنا مثلا أقول لك تسأل واحد ما حكم مسلم قتل رجل مسيحي في وطنه، وش الجواب تتوقع يا شو اسمك؟ أبو سليمان، شو الجواب تتوقع؟ سيقول لك لا، لن يرى رائحة الجنة، لكن ليس مخلد في النار، آخر شيء بيدخل الجنة، لكن لا يقتل. ليه؟ لأنه مسلم ممنوع تقتله، لا يقتل مسلم بكافر. زين، لو أنا ذهبت لأوروبا وقتلني مسيحي وجاء القاضي قال أوكي بس يدفع الدية وممنوع نقتله، ليه؟ لأنه مسيحي.
شو رأيك أنت؟ إحنا ما نقيس الأمور، إحنا نقيس الأمور بس لصالحنا، ما نقيس الأمور لصالحهم. تقول لك لا تبني كنائس في الدول العربية يا مرتزقة يا كفرة، وإحنا نطالب نبني مساجد في أوروبا ونزعل. واحنا عندنا مساجد في أوروبا ونزعل إذا ما بنينا مساجد، نزعل. يقول لك يأتي رجل دين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لماذا لم يخرجهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ ألم يسمع الحديث؟ لماذا لا يخرجهم عمر؟ ألم يسمع الحديث؟ ما حد صحابي سمع الحديث وذهب لعمر وعثمان وعلي وقال لهم أنتم ليه جاعلين المشركين جزيرة العرب؟ ليه؟ يعني وش هذا الحديث اللي ما سمعوا فيه الصحابة كلهم وما خبروا؟ وين نصح ولي الأمر؟ فرضا أنا صحابي وسمعت الحديث، أين نصيحتي لولي الأمر؟ أنا أذهب لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وأقول لهم أخرجوا المشركين. لماذا لم أخبرهم؟ لماذا لم يطبقوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنت يا أما تطعن في الصحابة أنهم لم ينصحوا أو لم يسمعوا، ولا كيف هذا الحديث وصلنا؟ كيف هذا الحديث جاء نقل إلينا ولم يسمع به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ في تساؤلات كثيرة. أنت لو تتعمق بالمصائب التي يخفيها رجال الدين، لماذا الشباب الآن لا يريدون سماع خطابهم؟ لأننا غير واضحين مع أنفسنا. حنا غير واضحين مع أنفسنا، حنا مجالسنا الخاصة تختلف عن العامة. يأتي أحدهم يقول السمع والطاعة لولي الأمر، ويتبنى فتوى حكم المتغلب الانقلاب، يتبناها. أي دولة الآن يقول لك السمع والطاعة لولي الأمر إذا هو قوي، بس إذا ضعف ولي الأمر وحد قلب عليه حكم المتغلب. يا دكتور وسيم، وش حكم المتغلب؟ أطيع الأقوى، خلاص ليه حقن الدماء المسلمين. وين الطاعة لولي الأمر؟ وين الولاء؟ ما يسكتون. أغلب رجال الدين تحريم النشيد الوطني وضد النشيد الوطني، ويرون حرمة الوقوف للنشيد الوطني، ولما يعزف النشيد الوطني يقومون. ليه؟ لأن الدولة قوية، بس إذا الدولة ضعفت بجلس وإجر على إجر، إجر على إجر، وما حد يقدر يتكلم معي، ما حد يقدر يتكلم معي. أغلب رجال الدين في عصرنا ضد بناء الكنائس، ويريدون ويجمعون تبرعات بناء المساجد في أوروبا، بس ما يقدرون يتكلمون، ما يقدرون يصمتون، عندهم تقية. حنا نقول لك والله يأتي رجل دين يقول لك الشيعة عندهم تقية، حنا عندنا تقية. حكم المتغلب تقية، حكم النشيد الوطني تقية، حكم الوقوف للعلم تقية. يا رجل عندنا زواج المسيار وغيره، ابن عاشور أجاز المتعة مع شروطه طبعا وساكتين، وهو من أئمة أهل السنة، بس عندنا تقية. عندنا، أنا ضد هذا طبعا، لكن عندنا تقية مثلنا مثلهم، علمت؟ بس حنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير. والله لو خرج رجل دين يتبنى أفكاره وفتواه أن أمة ستنقلب عليهم. لكن كيف أنا أتبنى؟ كيف أنا أنصر منهجي؟ كيف أن أخفي أفكاري وأظهر اللي أنا وأنت يمكن أن نختلف به؟ لكن السبايا لو جاءت حملة مسيحي ويأخذ أمي ويجامعها وأنا أشتغل عنده عبد ويريدني أدخل دينه ودين الله أن جعلهم عبيد لنا، لا يا حبيبي، ما حد عبد لحد. هذا موجود في أفكارنا. فإذا سؤالك 90% يخفون رجال الدين من المعلومات، 90%، ولا يريدون الناس أن تعلم، ولا يريدون الناس أن تعلم، ويحرفون الكلام ويكذبون. تصور والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله، والله يكذبون، موجود. فعادي يا أبا سليمان، ليه مستغرب أنت؟ تجارة سيدي، تجارة. يا شيخ أنا أحييك يعني الصراحة على يعني بلخص هذا الجيل، يعني خطابك إلى يعني يمكن أشوف المنفذ الوحيد لهذا يعني هذا بلخص هذا الجيل اللي احنا نعيشه حاليا. يعني الخطاب اللي لاحظت يعني خلال هذه الفترة والسنين اللي مضت، ما شاء الله تخاطب بطريقة سلسة، حتى تفسيرك للقرآن بطريقة سلسة، ومو منهج يعني التعصب وتغليب الآراء المتشددة وكذا. فهذا اللي دفعني يعني أسألك، وقلت لك يعني ما أريد أطيل عليك، الانتقال من مجتمع عربي مغلق وبهذه الأفكار اللي تطرقت لها إلى أوروبا تخليك يعني تراجع نفسك، كثير تساؤلات. أحسنت. حنا محتاجين نكون صادقين مع بعض، لكن الكثير من رجال الدين لا يريدون هذا الصدق، ويرون من يخالفهم عدو الإسلام، وهم أعظم أعداء الإسلام. علمت؟ والله العظيم أغلبهم لا يستطيع أن يتكلم بفتواه التي يتبناها على الهواء. أقسم بالله ما يستطيع، ما يستطيع أن يتكلم بفتوى يتبناها على الهواء، ما يستطيع. يخافون. لماذا؟ لأن المجتمع سينقلب عليهم. كيف هذه الفتوى؟ كيف إرضاع الكبير؟ إرضاع الكبير مثلا يقول لك هي الرضاعة مباشرة، ما يقدرون، كيف وضع فينا وكذا. عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس، كفر الناس. لهم هم وش عندهم؟ لا بخفيها. يأتي مثلا لمسألة لا يقبلها عقل ولا دين، عنده فتاوى لا يقبلها مسلم
مسلم لا يقبلها، مسلم لا يقبلها، يأتي يخفيها، وأحاديث لا يقبلها عقل يخفيهن. لماذا؟ يقول حتى الناس رحمة بعقول الناس، بدلا من أن يقول سأنقحها وأنظر إليها وأجعل القرآن حكما، رحمة بعقول الناس، فيقول لا نحافظ عليها ونخفيها. علتهم تعرف شو مشكلتهم؟ أنهم جعلوا كل النصوص كالقرآن، وجعلوا كل النصوص تحكم القرآن، ولم يجعلوا القرآن حكما. الله أنزل القرآن لنحتكم إليه، يبين لنا. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم، نسيت الآية إلا إذا صح، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم، هذا ما أكفى، هم لم يكفيهم، يريدون 1000 كتاب يتلى عليهم. فالشاهد من الأمر سيدي، نعم رجال الدين يخفون مصائب، ولو تكلموا بها سينبذهم المجتمع عن بكرة أبيهم. لهذا وش هم يسوون؟ يهدؤون، يطلعون بمظهر الكيوت إلا هذا حتى تقوى شوكتهم، ثم يرجعوا يخرجوا أفكارهم، هم بموج. لهذا الله يكفينا شرهم. قول آمين يا أبا سليمان. امين يا رب، امين. آمين. انا والله أحييك على الشجاعه اللي عندك، واقول لك استمر يا شيخ. الله ما يسعدك. شاء الله عليك، يعني اعطيتنا نصائح تقوينا على الناس ونفاقهم وانه مرضى، وحتى على رب العالمين، وانت اثبتت هذا الشيء بنفسك صراحه خلال هاي السنين، ما همك كلام احد. نعم، الله يجزيك الخير ويسعدك ويطول عمرك. استودعكم الله.